والله يا جماعة أنا لا أؤيد جماعة بعينها أو طيف بعينه أو شخص. والله أنا لا أنتمي لأي تلك الانتماء. اللي عايز يحسبني سلفي يحسبني، اللي عايز يحسبني إخواني يحسبني، ولكن أنا أتمنى من هذا وذاك أن يضيفوني على المسلمين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين رشحه لأنه ملتحي، لأن له خطة سياسية محترمة، أرشحه لأن له خطة اقتصادية محترمة، أرشحه لأنه له خطة اجتماعية محترمة، أنا أرشحه لأنه شخص محترم. دي وجهة نظري، دي رؤيتي. يعني أنت لك كامل الحرية أن تؤمن بها أو ترفضها، أنت لك كامل الحرية أن تأخذها أو ترفضها. يكون معانا في الصفحة مش مجرد هيقرأ أخبار بس عن الحملة، هيتعلم، هيتثقف، هيشارك معانا، وهيشارك كمان في تثقيف القناة دي بتاعتك انت. الحملة دي عشانك انت. الرئيس ده عشان بلدك وعشانك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الإيمان، أشهد الله تبارك وتعالى إني أحبكم في الله. أحبة الإيمان، احنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مجموعة عمل المسؤولون عن صفحة تأييد الدكتور حازم أبو إسماعيل في الإسكندرية. فأحببنا اللي احنا نظهر عليكم ونحاول نخبركم ما هي سياسة الصفحة، ما هي كيفية الصفحة، كيف سننظم أنفسنا من أجل حملة دعائية قوية بفضل الله تبارك وتعالى. أحبة الإيمان، وهرد على تساؤلاتكم. أنا اتبعتت لي تساؤلات كتيرة جدا ومختلفة، وربما تعاد وتكرر علي من حين إلى آخر، فأنا فقط أردت أن أظهر تلك الأسئلة وتلك الاستفسارات لكم مباشرة، علشان لو في سؤال متكرر لا نبقى جاوبنا عليه، واللي عايز يسأل يبقى سمعه خلاص، يبقى عرف إجابة سؤاله. لأن فعلا في أسئلة متكررة كثيرة تصل إلينا. يعني في كتير جدا ناس عايزة تعرف عن حملة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. حاجات كتير بتسأل فيها، بتسأل عن سياسته، بتسأل عن رؤيته، بتسأل عن فكره، بتسأل عن منهجه، بتسأل عن أمور كثيرة جدا ربما جاوبنا عليها. لكن الأسئلة طبعا أنتوا عارفين في الفيسبوك أو في تويتر مع الوقت تقدم، والناس كتيرة ما بتحبش تنزل لغاية تحت وتدور وكده. فاحنا إن شاء الله هنعمل برنامج ثابت لصفحتنا على الأقل. يعني احنا على الأقل نسقنا في صفحتنا، وهي الصفحة الرسمية لتأييد حازم صلاح أبو إسماعيل في الأسئلة. وهذا البرنامج سيوضح لكم أحبة الإيمان إيه هي كيفية إدارة الصفحة، وما هي كيفية إدارة الحملة، وفي أي الجهات سنسير. الصفحة دي عبارة عن إيه؟ هل هي صفحة عبارة عن حملة دعائية فقط تقاد، أم هي حملة دعائية ومن ضمن سياسات الحملة الدعائية يعني ينبثق منها أشياء وأمور، وهي حملة تثقيفية، وربما تكون حملة تثقيفية سياسية، وربما تكون الحملة الدعائية في نفس الوقت عندما تدعو إلى شيء يجب أن ترد على من يشككون فيك أو يقللون من حملتك الدعائية. فهيكون بفضل الله تبارك وتعالى أحبة الإيمان لنا خطين في الصفحة عشان بس نبقى عارفين. وكل ده هيبقى في البرنامج اللي ان شاء الله هتشوفوه باذن الله تبارك وتعالى على صفحتكم تلك. الخط الاساسي وهو حمله الدعايه للحمله في الاسكندريه، ده الهدف الاصلي. هيتفرع منها امور، وهو اول شيء الدعوه الى تأييد حازم صلاح ابو اسماعيل من اجل مصر. لازم هنبتدي نعرف الناس بالافكار، نبتدي نعرف الناس بالرؤى، نبتدي نعرف الناس مين هو حازم صلاح ابو اسماعيل. وبالتالي هيحدث انتقادات، فبالتالي هنحتاج ايضا نرد. فهنبقى ماشيين في خطين، خط تعريفي وخط ردي، نرد به على كل من ينتقدنا، له الحق، ولكن لنا الحق ايضا ان نرد على من نؤيده. احبة الايمان، كتير جدا بيبعتوا لي اسئله ويسالوا هو انتوا بتأيدوه عشان هو ملتحي؟ وهنا نقطه يجب ان نتوقف عندها. لا يا شباب، احنا مش بنأيده عشان هو ملتحي.
بالعكس، أنا أقسم لكم أني لن أرشح شخص من أجل لحيته فقط أو من أجل أنه شيخ، لا. لازم من يمتلك قلائد البلاد أن يكون لديه رؤية بالفعل سياسية، يكون خاض العمل، يكون لديه الملكة. يا إخوة، مش كل واحد ممكن يقدر يمكن له أو يوسد إليه الأمر أو يوسد إليه الأمر. فسيدنا أبي ذر الغفاري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الولاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جنبه وقال له: إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها لخزي وندامة. يعني الأمر مش سهل، فأنا اللي لازم أختاره يكون فيه أهم شرطين: القوة والصلابة والأمانة. والأمانة يا جماعة ما بتبقاش صفة لوحدها، لا، الأمانة منبثقة من أمور كثيرة، وهي الدين والخوف من الله ورؤية الله عز وجل في كل الأماكن والمواطن. ونحن لا نزكي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، نحن لا نزكيه، ولكننا رأينا فيه الخير لبرنامجه، لرؤيته، لتاريخه اللي احنا نعرفه. والله يا جماعة أنا لا أؤيد جماعة بعينها أو طيف بعينه أو شخص، والله أنا لا أنتمي لأي تلك الانتماء. اللي عايز يحسبني سلفي يحسبني، اللي عايز يحسبني إخواني يحسبني، ولكن أنا أتمنى من هذا وذاك أن يضيفوني على المسلمين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين. أنا مسلم، والله أنا لا أتبع أي جماعات، أنا فقط أتبع من يريد أن يطبق رؤيتي، بل ليست رؤيتي، هي رؤية الكثير من المصريين. ولهذا يا أحبة الإيمان أنا لا أرشحه لأنه ملتحي، أرشحه لأن له خطة سياسية محترمة، أرشحه لأن له خطة اقتصادية محترمة، أرشحه لأنه له خطة اجتماعية محترمة، أنا أرشحه لأنه شخص محترم. دي وجهة نظري، دي رؤيتي. يعني أنت لك كامل الحرية أن تؤمن بها أو ترفضها، أنت لك كامل الحرية أن تأخذها أو تلفظها، كامل الحرية ليك، وأنا أيضا لي كامل الحرية، لي كامل الحرية أن أرشح من أريد أنه يوافق ما أريد. مان، إحنا عايزين منكم ناس تتطوع معانا تشتغل للعمل. بالله عليكم احنا بننادي في شباب تقدموا لنا، بس احنا محتاجين اكتر. يعني الكلام كتير بس محتاجين شغل يا جماعه، محتاجين تفاعل، محتاجين انك تيجي تقول لنا يلا انا مستعد، انا بشتغل مثلا صحفي في جريده، انا ليا ركن هعرف الناس، انا بشتغل في شيء معين هقدر اساعدكم فيه، انا والله عندي حاجه اقدر اساعدكم بيها، انا والله عندي جهدي اقدر اساعدكم بيه، انا والله عندي خبره في شيء معين في الدعايه والاعلان اقدر اساعدكم بيها، انا والله ممكن اقدر انسق لكم في اماكن معينه، انا عندي المقدره دي، انا عندي علاقات. الاخوات هيبقى ليهم عمل ان شاء الله ولهم مسؤوله خاصه عنهن في الاسكندريه وعلى مستوى الجمهوريه باذن الله تبارك وتعالى. احنا محتاجين يا جماعه تفاعل، اشتغلوا معانا يلا على الصفحه. يعني انا مش عارف احنا واقفين ليه يا جماعه. اشتغلوا وارونا انفسكم انكم تريدون العمل. يعني ما ينفعش واحد يقول انا هأيده فقط. أيد جميل يا اخي، انت ترسم خريطه مصر. احنا كنا كلنا بنقول عايزين نغير مصر، عايزين نحس احنا ننتخب رئيسنا، عايزين نحس، عايزين نشعر. يا جماعه جات لكم الفرصه، فلماذا تضيعوها؟ يا جماعه احنا يوم الثلاث ان شاء الله او يوم الاثنين لسه لم نقرر بعد، لكن هنقول على الصفحه بتاعتنا هنتقابل مع الحمله الرئيسيه الداعمه للاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. هيجوا لنا اسكندريه. عايزين يا جماعه كل واحد عايز يشاركنا الجهد والشغل، يجي يقول لنا انا عايز اشتغل معاكم، نرتب معانا ويكلمنا علشان ناخده ونتقابل مع الحمله الرئيسيه، ويقعد معانا في اول اجتماع ونشوف رؤيتنا هتبقى عامله ازاي، ونشوف تنسيقنا مع بعضنا البعض. لازم يا جماعه نشتغل يا جماعه. بفكركم مره ثانيه، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. ما دام انت امنت بهذا الشخص انه يصلح ان يكون رئيسا لمصر، انه يصلح لان يحكم تلك البلاد، عليك أن تعمل من أجل هذا. لا تكن سلبيا يا أخي، لا تكن سلبيا يا أخي، ولا تكوني سلبية يا أختاه. ما ينفعش يا جماعة نكون سلبيين كده، نشتغل ونعمل ونجتهد
نحاول بقدر المستطاع نشد حيل بعض ونكلم صحابنا ونكلم زمايلنا ونكلم صحابنا في الكليه وفي الجامعه، ننزل نكلم الناس. انا واحد من الناس النهارده وانا راكب مواصله من المواصلات بدات اكلم الشخص اللي جنبي في المواصله، وبدات اكلم اللي جنبه. يا جماعه احنا بس عايزين نعرفكم ان في شخص مرشح نفسه للرئاسه، اسمه كذا كذا كذا، رؤيته كذا، وطبعت ورقه بسيطه فيها التعريفات عن حياته، السيره الذاتيه بتاعته باختصار بسيط جدا، وبدات يبقى عندي نقط: 1 والله هو كذا، 2 والله هو كذا، 3 هو كذا. يا جماعه اشتغلوا معانا، بس نقطه من اول السطر. ان شاء الله هنعمل باذن الله افلام وثائقيه عن سيره الاستاذ، هنعمل افلام وثائقيه عن رؤيته، هنعمل افلام توثيقيه عن كيفيه تطبيق هذا البرنامج الذي يدعو اليه عندما طبعا ينشر. هنعالج امور كثيره، يعني صفحتنا هتبقى زي ما قلنا لكم الهدف الرئيسي هي الحمله الدعائيه للمرشح، سينبثق منها الدعايه للحمله والرد على كل من يخالف مبادئ الحمله. يعني اي شخص يخالف مبادئ الحمله او اللي احنا ندعو اليه هنرد عليه، اللي احنا نفهمه. يعني احنا نقول له رؤيتنا، احنا ليه قلنا كده، احنا ليه اخترنا والله كذا في السياحه، احنا ليه امنا كده. ما هو خلي بالك، انت عندما توافق على الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل فانت تؤمن بالمبادئ والبرنامج اللي هو قاله، فانت بتدافع عن رؤيتك في المجال الاقتصادي، انت تدافع عن رؤيتك في المجال السياسي، انت تدافع عن رؤيتك في المجال من ضمن المنبثق من الاقتصادي السياحه، انت تدافع عن رؤيتك في كل الاركان التي دعا اليها المجال الاجتماعي. انا ادافع عن رؤيتي في كل هذه المجالات، فمحدش يقول لي انا ده مش اختصاصي، لا اختصاصي. وانا واحد يعني بما ان انا اصلا دراستي بكالوريوس سياحه وفنادق، فانا ان شاء الله هعمل لكم ان كان بفضل الله مشروع تخرجي هو كيفيه، وبفضل الله خدت فيه امتيازي يعني كيفيه انشاء فندق متكامل يقدر يحصل على الفايف ستار او ال5 نجوم، ويكون بفضل الله تبارك وتعالى ليس فيه اي محرمات. ان شاء الله كل الافكار دي هنتناولها ونتناوبها واحده تلو الاخرى. بس عايزينكم تشتغلوا معانا، عايزينكم تشدوا حيلكم معانا، عايزينكم تنشروا الحمله بين الناس حواليكم. اشتغلوا معانا يا جماعه. ان شاء الله الحلقه الجايه هنبتدي نشرح اكتر ونشوف اسئلتكم ونبتدي نرد عليها بقدر المستطاع وبقدر المعلومات المتوفره للآن لدينا. من ضمن حملتنا يا جماعه ان شاء الله هنعمل حمله تثقيفيه سياسيه، يعني عايزين، في طبعا كتير من الشباب بعتوا لنا قالوا لنا عايزين نعرف يعني ايه ليبراليه، يعني ايه يساريه، يعني ايه تنويريه، يعني ايه ديمقراطيه، يعني ايه ثيوقراطيه، يعني ايه هيروقراطيه، يعني كل المصطلحات دي احنا محتاجين نفهمها. انا دلوقتي بما اني انا راجل شغال في السياسه لازم افهم هذه المصطلحات اللي ربما ناس كتير جدا توجهها ليك وتضربها بيك وانت مش فاهم. لا، يجب ان تعرف يعني ايه دوله دينيه اللي الناس بتتكلم عنها، ويعني ايه دوله علمانيه. كل الكلام ده يا جماعه لازم نفهمه ولازم نتناوله بطريقه علميه بحثيه متقنه. اللي هيكون معانا في الصفحه مش مجرد هيقرا اخبار بس عن الحمله، هيتعلم، هيتثقف، هيشارك معانا، وهيشارك كمان في تثقيف غيره. شاركونا علشان لازم هيكون لكم دور. وانا بقى الصفحه دي اساسا معموله عشان انتوا يبقى لكم دور، لازم يبقى لكم دور في المجتمع، لازم تحس ان انت بتغير في بلدك، لازم تحس ان انت صوتك مسموع، لازم تحس. كل الوسائل الاعلام ممكن تكون ماشيه عكس التيار وانت مش عارف تتكلم، انا بديك الوسيله اللي انت تتكلم من خلالها. اتكلم وسجل صوتك وهعرضه، كلمني في تليفون وهسجل مكالمتك وهعرضها. شارك معانا، القناه دي بتاعتك انت، الحمله دي عشانك انت، الرئيس ده عشان بلدك وعشانك. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.